السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم وصفه صيفيه بامتياز، ما كاش اللي ما يديرش في الصيف السردين، كل واحد بالطريقه تاعو. انا درت هكا سردين بالدرسه، كاين اللي يعيطوا له سردين فاس فاس. درتو بالدرسه، الدرسه هاديه صدقوني ما تبدلوهاش. الوصفه كنت خديتها من عند صاحبتي ايمان حمدي اللي نوجه لها تحيه. اكيد درت لها موديفيكاسيون على حساب كل واحد والكو تاعو. ما نكذبش عليكم، السردين تاعها لا يعلى عليه. قدمتها مع سلطه طوماط موتزاريلا بصوص بيستو وسلطه دو طون. انا هادو هما السلطات اللي نحسهم يتمشاو مع السردين، وبيان سور مع مقله فريت. انا راح نوريكم التتبيله كيفاش نديرها. انا عندي راس تاع الثوم. هنا الثوم تاعي كان مرحي، دوك نفهمكم. عندي نص ملعقه تاع فلفل كحل، عندي شويه فلفل قناوه مرحي، هذا اختياري. ملعقه صغيره معمره تاع الكمون، زوج معالق تاع الملح، كما تعرفوا السردين يحب الملح سينو يجيكم صامد. ملعقه كبيره تاع البابريكا اللي هي فلفل احمر. عندي نص كاس تاع زيت زيتون، نص كاس تاع زيت المائده، تقدروا ديروا سوا زيت زيتون برك ولا زيت المائده برك. عندي الثوم كما هضرنا، قلنا راس تاع الثوم. هنا انا عندي 2 كيلو سردين باش يكون في علمكم. عندي نص مغرفه كبيره تاع الهريسه ونص مغرفه كبيره تاع الطماطم المصبره. ماكمش كاع تحسوا بالحرور ولا نتحداكم، مي الهريسه راح تمد لها بنه للدرسه. وعندي عصير حبه ليمون كامله. هنا شوفوا الا عندكم الثوم حبات ديروا حبات لداخل، تكذبوا كيفاش ترحى لكم فاسيلمون. يعني ماش حطولو كاع يدك تترحى فاسيلمون بالبراميكسور. حطوا الثوم، راس الثوم هكاك حبات حطوه لداخل. انا موالفه نديرها هكاك، ونديروا الزيت ونديروا كامل هذوك لي زيبيس. شوفوا هذاك الفلفل القناوه مالغري حار، لو كان ديروه في لاصوص وكان راح يجيكم بزاف حار. مي هنا في السردين هو والهريسه ما راحمش رايحين يجوا حارين، يعني الدرسه جوست راح تجيكم بنينه، مش راح تجيكم حاره. اللي عنده المعدنوس يقدر يدير المعدنوس، انا ما نحبش بزاف المعدنوس في السردين، تبقى قضيه اذواق. اللي يحبوا يدير معدنوس، وهنا يديروا في هذه المرحله ويرحي كلش بالبغا ميكسور. اللي يحب يدرس يدرس، من بصح النتيجه راح تكون نتيجه وحده، وراح توفروا التعب اكيد. جربوا هاد العفسه تاع ترحوا كلش بالبغا ميكسور، ومام الحبات تاع الثوم يكونوا ماشي مرحيين. ورجعوا لي بالخبر، راح تدعوا لي باسكو هذه طريقه جد سهله. وبالنسبه للدرسه ولا قعدت لكم درتو كونتيتي كبيره، انا جاتني سوا مع 2 كيلو تاع السردين. ولا ما كفاتكمش، ولا ما كفاتكمش تقدروا تزيدوا، ولا كفاتكم وقعدت شويه ديروها في الكونجيلاتور في ساشي. نهار تجبدوها جديده. كلي هذاك وين درتو الدرسه تاعكم. عندي السردين بيان سور اللي كنت نظفته. انا قلت لكم راح ندير سردين فاس فاس، تقدروا ديروا غير فاس فاس، تقدروا ديروا تاني مشاطين. انا درت نص نص، درت نص هكذايا ونص درتو مشطات. تحكموا السردين تاعكم، ما تنحولوش برك هذيك شغل تجي شوكه هكا في الظهر. دوك نوريكم المكان تاعها، على خاطر لو كان تنحوها هذه اللي تجي هنايا راح يصرى واش راح يصرى، السردينات تقسم على زوج. وبعد ما تقدروش ديروا هاد السردين فاس فاس، راح تخلوها عادي هذيك، وبعد كي تكونوا تاكلوا نحوها عادي. انا كيفاش نقول لكم كيفاش باش يجيكم السردين معمر، يعني ماش حيجيكم فارغ، باسكو انا جربته بليزيور فوا نديرو بزاف. انا هاد السردين ديروهم في زوج طلوهم، تقدروا تطلو غير وحده، مي بصح راح يجيكم ناقص شويه درسه. الناس اللي تحب الدرسه بزاف السردين وتحبوا يجي مشمخ، دير هاد الطريقه في زوج تطلوهم، وبيان سور تحطوهم هكذا، وبعد ترمدوهم في الفرينه فقط وتقلوهم. قلت لكم السردين هذا اللي كان يديره لي الزوج تاع ايمان حمدي في المطعم هذاك. ما نكذبش عليكم، كليت باختو السردين وسردين بالدرسه، ولا ماشي كيما تاعو. عنده وصفه هاديه تاع السردين بالدرسه ولا اروع. انا عجبتني، قلت لكم وليت معتمدتها، ومرات نديرها بالطون. شتو ديك سمكه الطونه اللي تتباع بالميزان، اخي عندها وقت هكايا تكون بكثره، نشريها نقولوا يطرونشيهم لي رقاق، وندير هكا بنفس الطريقه. ندير طبقه من تحت وطبقه من الفوق، يعني نقطع كل وحده نقطعها على زوج، وندير هكا بهذه الطريقه. وندير دي مورسو يعني كبار، مراسم كبار تاع الطون. ندير وحده من تحت وحده من فوق، ما بيناتهم الدرسه. بعد نديرهم في الفرينه ونقليهم، راح يجوا تاني بزاف بنان. جربوها تاني بسمكه التونه، تجي هايله. انا راح نكمل كامل الكميه. الا كانت عندكم سردينه كبيره تغلقوها هكا كيما راني ندير. هاد السردين كان ماشي كبير بزاف وماشي صغير بزاف، ما كانش فيه هذاك الشوك الكبير ولا ما يعني ماشي لاتشا. قلت لكم درت تاني شويه هكا مشاطي، درت لهم درسها من الفوق فقط، ورميتهم في الفرينه، ومن بعد درتهم مشاطي. النار تاعكم اكيد لازم تكون سخونه، وما لازمش تكون قويه بزاف، ما لازمش تكون ناقصه بزاف. على خاطر ناقصه بزاف راح تشرب لكم بزاف الزيت، قويه بزاف راح تحرقه لكم. تسمى خير الامور اوسطها، ماذا بيكم ما تحرقوش، يعني باش ما يجيكمش يابس، جيست ياخذ لكم كولور دوغي شابه. سي بون، والسردين تاعكم يكون جاهز. صدقوني الوصفه هذه
بن وصفة سردين يعني تقدروا ديروها. نخرج لكم شويه على الموضوع كما يقولوا. حبيت نقول لكم بلي انا دو فوا توحمت على السردين، يعني دو فوا رفدت الجوف كما تعرفوا، واحد راح لي واحد الحمد لله كمل لي ربي يعقوب. قلت لكم في زوج توحمت على السردين هذا بالدرسه. تمنوني كنت مهبوله على السردين هذايا، كنت كليتو بزاف كي كنت بالجوف، تما كي نكون ناكل فيه ولا كي نكون طيبو دائما نتذكر هاد العفسه. فوالا هاوليك سردين كيفاش خرج، يجي طري ماشي ناشف، يجي من اروع ما يكون. انا ماذا بيا تجربوا الوصفه، تخلوا لي رايكم في التعليقات. واذا عجبتكم الوصفه ما تبخلونيش بجام، ولا رانا نتعبوا باش نديروا الوصفات ماشي زعما رانا نقول لكم هكا معناتها رانا نديروا فيكم مزيان، بالعكس حنا نحبوا الطياب، هذا بليزير. مي بصح تغيظكم شغل تعيا وكم بعد ما تلقاوش تفاعل، هذا ما كان. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام.